هذا واحد من أولادي إذا أقول له هذا ماي يقول لبن، لازم يخالفني يجادل. مع العلم لما كان وهو طفل فترة طفولته ما تربى على هذا، يعني أقول له شيء يقول نعم هذا خلص أي بابا. الآن من أصبح في عمر المراهقة أكثر شيء جدل، أكثر شيء يجادلني هو. هاي غفلة أكو، أنت من الأساس كنت غافل. طبعا الأب تقول له شنو السبب ليش ابنك يجادلك وما يسمع كلامك؟ يمكن يشكك بالكرة الأرضية كلها، بس ولا مرة غافل عن أنه هو أساء التربية من الأساس فطلع ابنه هيك. شلون شيخنا؟ مثلا هذه أبحاث متعوب عليها في علم الاجتماع وعلماء النفس حين يتحدثون عن هذه المسائل، يعني خبروا هذه المسائل بدقة. أيها الإخوة، ناخذ احنا تجربة ناجزة من عندهم. قالوا هذا الأب خلي راجع نفسه، هو غافل من الأساس بالتربية. من كان ابنه صغير كان يقول له لا، ورا ساعة يتراجع. إيه صايرة لو ما صايرة ويانا في التربية؟ إيه لا بابا ما تسوي هاي، ما أقبل. لا بابا فدوة نص ساعة ساعة يلا. انكسرت الله مرتين، كسرت الله 3 4 5، افتهم باللاوعي هذا الطفل، افتهم أنه اللا العالية من صوت أبوي معناتها نعم بعد ساعة. ها نعم، اللا معناتها نعم بعد ساعة. لا بصوت عال تعني نعم بصوت خفيض بس. أو حين يقول مثلا واحد يقول ابني قام يكذب علي، بنتي صارت تكذب علي، حتى في باب الدرجات مثلا من ماخذة 70 أو 60 تكذب، تزورها تسويها 90 أو 100. إلى أن رحنا المدرسة قالوا هاي تكذب، درجاتها 70 60 تحطهن 90 95. هذه كذابة، طلعت لا مو كذابة. أنت تشكك في كل الأشياء اللي حولك بس تنسى شغلة واحدة، أنت من الأساس غافل أنك أب أو أم ما تنظر إلى نجاح ابنك، تنظر إلى فشل ابنك. يعني هاي الآن هاي ورقة بيضاء، فد نقطة هنا سودة، أنا هذا البياض كله أنساه وأتنكر له وألزم هالنقطة السوداء. هاي شلون نقطة سودة هنا؟ هذا يدمر نفسية الابن. ما أخذ 70 أو 60 أو 80، أنت هاي 80 ما شفتها، شفت 20 اللي فشل بيها، فصار يخاف أن يكون فاشل في البيت. بعض البيوتات حقيقة يتورط الابن إذا سقطة أمامهم، ما شاء الله سنة تبلش العارات، سنة يا كذا يا كذا. أكو ألفاظ ما تقال على المنبر ساحة مقدسة. زين، هيك نوع من التربية هذا قطعا من يكبر ويصير بإيده القرار أول ما يبدي يكذب على الأم والأب. ليش؟ حتى يبيض وجهه قدامهم، يبيض صورته، يحسن سمعته.